بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور خالد التراولي، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ورئيس قائمة هذا الحزب في منوب. أنا نحب نحكي معكم في الفيديو هذا على مسألتين. المسألة الأولى تخص مشروع الحزب في خصوص الوطن، ثم مشروع الحزب في خصوص ولاية منوب. تعرفوا اللي حزبنا، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، حزب مبادئ وثوابت وقيم وأخلاق. هذا برهن عليه في تاريخه. كان مع الثورة، دافع عن الثورة، أحمى الثورة، ولذلك اليوم جاب هالزخم هذايا متاع تاريخه ويحب يواصل معكم المشوار. اليوم إخوتي الأعزاء، أخواتي الكريمات، اليوم عندما تشوفوا جرأة كثير من أصحاب المنظومة القديمة، ولادها وأزلامها وفلولها، تشوفوا الجرأة متاعهم كيفاش وصلت. هلا مثلا نستغرب واحد يتحدث بشكل غريب، معناها يطلب منا باش نعتذروا له. واحدة ترشحت على رئاسة قائمة، هالجرأة هذه ما كانت لتقع. حزب المؤتمر من الجمهورية رفع في يوم ما مشروع كامل لتحسين الثورة وحمايتها، من الفلول، ولكن ما تمش هذاك. احنا دائما احتراما لمبادئنا، ثوابتنا، قيمنا، اخلاقنا في هذا التاريخ الواسع اللي جمعنا معاكم باش نواصلوا المشوار، باش ندافعوا على الثورة هذه، باش نجيو ضد هالمنظومة هذه اللي متواصلة. رسالتي إلى أهلنا في منوب ولاية البيات. كانوا البيات يجيوها، بنوا فيها قصورة كثير. هالولاية هذه نحب نجعلوها مجددا ولاية بيات، ولكن بياتها جدد هم سكانها وأهلها. أنا يا أخوتي الأعزاء نتقلق ويحزنني حقيقة عندما نشوف هالولاية هذه ولاية مغبونة، محرومة، مظلومة. ربي أعطاها كل شيء. ساعات نشوف في ولايات أخرى، مع احترامي لكل أهلنا ولكل ولاياتنا، تحس أنها ساعات الثروات محدودة، ولكن لا، ولاية منوب أعطاها ربي كل شيء. أعطاها مساحة كبيرة، تصوروا معناها قرابة 1137 كيلومتر مربع. هذا يشكل تقريبا اشتر المساحة بتاع اقليم تونس الكل. هالولاية هذه ولاية موجود فيها صناعات، سياحة. البيات خلوا فيها قصورة كثيرة. هالولاية هذه بقات محرومة، بقات تعبة، بقات مظلومة. أنا يا أخوتي الأعزاء عندما نشوف ونسمع وإحنا نعيشوا مع أهلنا في منوبة، وتشوفوا أولاد صغار مازالوا يمشيوا 5 كيلومتر على ساقيهم الصغيرة باش يوصلوا مدارسهم. منوبة اللي تحد ولاية تونس، منوبة اللي بحذا المطارات وبحذا الطرق وبحذا العاصمة، ما زالت ناس بالشكل هذا. منوبة العزيزة الغالية حقيقة، عندما تشوف أنه ما زالت بنيات صغار بيديواتهم الصغيرة تلمد وتقطف الطماطم. تعرفوا علاش؟ باش تنجم تاخذ أدواتها المدرسية. هذه منوبة المحرومة المظلومة. احنا في المؤتمر من أجل الجمهورية نحب نعيش لحظة صدق معكم. مسؤوليتنا مش أمامكم بس، مسؤوليتنا أمام ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي باش نكونوا صادقين معكم. احنا باش نكونوا وسطاء خير، باش نضربوا على الطاولة، باش نوصلوا هالمآسي هذه وهالكوارث اللي تعيشها حقيقة ولاية منوب، وباش نكونوا معكم. وعنا ما نقدموا في برنامجنا بخصوص منوب، ولكن للحديث بقية.
وإن شاء الله ما زعجتكمش برشا وما طولتش عليكم. شكرا مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.